خليني اقول لك ان تاكيل الزغاليل في الاعمار دي بتبقى متعه، وممكن اكل زغاليل عمر يوم وعمر اتنين وعمر تلاته وممكن لحد عمر شهر اكل زغاليل، عشان لو الحمام عندك طار وساب الزغاليل دي تعرف انت هتعمل معاها ايه وتعرف ان انت تتصرف معاها ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. خطوه مهمه جدا هتعملها لو الحمام عندك ساب الحصى او ساب الزغاليل وطار، او ان الذكر مات او ان النتايه ماتت وفي تحته حصى او في تحته زغاليل، هتتصرف ازاي؟ هقول لك تتصرف ازاي عشان ما تخسرش الانتاج عندك. ولكن يا شباب في البدايه خلينا بس نتفق مع بعض ونعرف معلومه مهمه جدا، ان الذكر والنتايه بيريحوا بعض في موضوع تحضير البيض. يعني الذكر ممكن يرقد على البيض من الساعه 10 صباحا لحد العصر، والنتايه بترقد على البيض من العصر لحد تاني يوم الساعه 10 صباحا، ويفضل الموضوع ده مستمر ما بينهم لحد الحمام طبعا ما يفقس البيض. طبعا الحمام بيفقس البيض في الشتاء زي ما قلنا على 20 يوم، وفي الصيف بيفقس على 17 او 18 يوم. ويبدا ان الذكر والنتايه بيبادلوا بعض الرقاد على البيض، فمستحيل ان الذكر يحضن البيض لوحده او مستحيل ان النتايه تحضن البيض لوحدها. طيب هتقول لي لو في زغاليل الذكر ممكن يهتم بيها او النتايه تهتم بيها؟ هقول لك نعم. لو في زغاليل، لو هي زغاليل، النتايه هتهتم بالزغاليل او الذكر هيهتم بالزغاليل، ما عندكش اي مشكله. ولكن بالنسبه للحصى خلينا نعرف برضو معلومه سريعه كده، ان الحمام لو ساب الحصى اكتر من 6 ساعات فالحصى ده بيفسد منك. فلو اقل من 6 ساعات عادي، ولكن الفتره اللي هي الزمنيه اللي ما بين الذكر وما بين النتايه في عمليه الرقاد على البيض هتبقى اكتر من 6 ساعات، فبالتالي البيض هيفسد منك. ففي الحاله ديت انت هتتصرف ازاي؟ لازم يا شباب ان انا اخد الحصى ده واحطه تحت حضان تاني يكون بايض معاه في نفس اليوم، او قبلها بيوم او بعدها بيومين او بعدها بيوم، اقصى حاجه يومين، اقصى حاجه يومين عشان موضوع اللبه. طيب هتقول لي لو انا بقى ما عنديش وعندي طبعا حمام فاضل لي يومين ثلاثه وفك البيض، والبيض اللي انا هاخده ده من تحت الحضان اللي اهاليه سابته فاضل له يومين ثلاثه ويفك، وفي عندي حضان تاني لسه بايض بقاله يومين ثلاثه، حطه تحته مفيش مشكله. ولكن الحضان ده مش هياكله لبه. لما يفك هتراقب البيض كويس في الوقت ده، واول البيض ده ما يفك من الحصى هتبدا ان انت تاخد الزغاليل وتاكلها يدوي. طبعا لو عارفين اكل الزغاليل في الاسبوع الاولاني بيبقى عباره طبعا على اللبه بتاع الحمام. طيب انا اوفر له اللبه ده ازاي؟ في حاجه اسمها ميكس وفي حاجه اسمها سيريلاك، ممكن استخدم حاجه فيهم. لو ما لقيتش ميكس او ما لقيتش سيريلاك، ممكن ان انت تستخدم بسكوت الساده. هتجيب بسكوتيه ساده وتبدا ان انت تبوشها في شويه ميه صغيرين خالص، بحيث ان انت تعرف تسحبهم من السرنجه وتبدا ان انت تدي الزغلول في بقه، فالموضوع هنا برضه هيكون محلول. طيب هتقول لي لو ان الحمام ده الاهالي دي طارت وسابت البيض ده فاضل له يوم او اتنين ويفك، هقول لك خلاص سيبه تحت النتايه، والنتايه ان شاء الله تعالى لو الذكر او النتايه وفاضل له يوم واحد او يومين هقول لك مفيش مشكله، سيبه تحت النتايه ان شاء الله هيخرج. لو البيض ناقر برضه هيبدا ان هو يخرج، والنتايه او الذكر هيهتم بيه وهياكله. هو القصه كلها والمعضله كلها في ان الذكر او النتايه مش هينفع ان هو يحضن البيض ده لوحده، فممكن تستخدم حضان تاني. وخليني اقول لك على اخر معلومه، ومعلومه مهمه جدا. طبعا مهم جدا ان كل اي حد بربي حمام وخصوصا حمام غالي لازم أن توفر عندك حضان. الحضان ده يا جماعه مهم جدا. انا عندي جوزين ثلاثه حضان في المكان ما اقدرش ان انا استغنى عنهم، لان انا بحط لهم الحصى ده في اي وقت بتلاقيهم حضانين الحصى عندي. احط لهم زغاليل، في حضان حنين كمان بيحضن الزغاليل، فاحط لهم زغاليل. طبعا المشكله دي عشان ما تواجهش المشكله ديت في اي وقت من الاوقات، مهم جدا يكون عندك حضان. خلي بالك من النقط دي. كان فيديو بسيط يا شباب النهارده، بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، يكون الفيديو قدم لكم معلومه. شوفوا الشكر على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.